مرحب حبايبي، اليوم وصفتنا أطيب جيمر صيامي. خلينا نبدي بيه. هنا راح نجيب حليب اللوز، هو الأساس أكيد، وراح نجيب ويانا كريمة الخفق نباتية من زيوت النباتية. راح نجيب جلاس حليب اللوز جلاس. هنا عندنا 250 ملي مال كريمة الخفق. راح نجيب باكيتين صغار قبل 250. كل باكيت تاخذ تقريبا نص جلاس من هذا الجلاس الكبار. وراح نجيب وياه جلاس حليب، بس جلاس حليب مع باكيتين كريمة الخفق. شرح بسيط وسهل. هسه راح نفتح النار وراح نخفق بيه، وراح نخفق هاي رادلة خفق، مو مثل كل مرة لأن هذا الدهنة قليل. وراح نستمر بالخفق، وراح أخلي الباكيتات قدامكم عن أنتوا تشوفوا، لأن هاي أول مرة دا تصير، ما حد ما مسوي جيمر الصوم. هاي أول مرة أني من مطبخ سهيل. شوفوا هنا أني دا يصير عندي دا يفور، ودا أخليه بس نار وسط ودا يفور. وراح أخفق بيه بين ما تصير عندي رغوة. راح تصير عندنا طبقة صفرة، هذا الزيت مالته يراد له خفق. وبعدين راح نخليه يرتاح على النار درجة 1 لمدة ساعة. ورا ما صارت طبقة صفرة، خليناه غطيناه، وراح أخليه تقريبا 8 ساعات برا. راح أخليه بالثلاجة ليلة كاملة، وراح أطلعها وأقطعها. راح تصير عندي طبقة جيمر صيامي. أتمنى إذا أول مرة تشوفون القناة لايك وشير، لا تنسون المتابعة، وشكرا كل من دا يتابعني وكل من دا يدعمني. وهذا طلع عندنا أطيب جيمر صيامي، صح مو مثل الجيمر مثل ما نقول كامل الدسم، بس هذا جيمر طبقة مو ثخينة مثله، بس أقل، بس طعم يخبل. أتمنى تعجبكم الوصفة. لايك وشير واشتراك بقناتي. شكرا لكم حبايبي.